السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ركزوا معايا. نظافة قولون، نظام غذائي صحي. انسى في حياتك حاجة اسمها انك تاخد علاج لأي مرض. نظافة قولون، بتنظف قولونك ازاي وبإيه، ومش هتاخد ملينات، ومش هتقعد طول الليل رايح جاي على الحمام. ربع ساعة زمن. جيب 3 ملاعق بن سادة، أي نوع قهوة، مطحونة ناعمة، تركي عربي مغربي يمني، أي نوع قهوة، مع 3 لتر مية دافية أو سخنة، وبتعملهم حقنة شرجية. تمشي على نظام غذائي صحي رباني. احنا عايشين كل الوقت ده واحنا ماشيين على نظام غذائي غلط، اللي هو بناكل الفاكهة بعد الطعام. وربنا اللي خلقنا أعلم بينا مننا بيقول لنا كلوا الفاكهة قبل الطعام. هتاكل الفاكهة قبل الطعام بتهيئ لك الدنيا، ما يجيلكش عسر هضم، ما يجيلكش إمساك. وطبعا إمساك وعمليات البواسير والشرخ الشرجي والناسور بتبهدل الدنيا وبتعملها وبترد عليك تاني، لأن هو ما بيعالجلكش العرض، بيعالج لك المرض وخلاص. فاحنا دلوقتي عايزين نستعين بالله الشافي المعافي. نظف قولون، 1 زائد نظام غذائي صحي رباني. هتاكل اكتر من الاول، ولو انت مليان هتخس، ولو انت نحيف هتزيد. يساوي نظام غذائي صحي مع نظافة قولون يساوي حياة كريمة. مش هتاخد لا ادوية ولا علاج، انت واولادك واطفالك بتعملها لكل الاعمار. فخلي بالك، ركز. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان انا عانيت 30 سنة من سكر لقولون لضغط عالي لارتجاع مريء لنقرس لدهون على الكبد لأملاح. عندك أملاح يا سيدي، وعندك حصوات، وعندك احتباس في البول، وعندك رجليك ورمة أو رجليك ورمة من إيه؟ طبعا اللي بيقول لك اشرب مية كتير عشان الأملاح تدوب في جسمك يوم الجسم ينتفخ. لا يا سيدي، احتباس السوائل ده بيبقى ناتج عن انك ما بتشربش ميه كتير او بتشرب ميه اكتر. ليه؟ لانك انت اصلا ما بتشربش ميه اكتر، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ يوم الجسم بيخزن الميه، تمام؟ فانت تشرب ميه اقل شيء في اليوم 2 ميه. الميه هتخرج منك عرق او براز او بول، يبقى عندك ميه في جسمك. وما تزودش اكتر من كده، لان ربنا اللي خلقنا وخلقك وخلق الكون بيقول ونزلنا لكم من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. يعني كتر الميه هتضرك وقله الميه هتضرك، كتر الميه هتضرك وقله الميه هتعمل لك املاح، هتعمل لك هتعمل لك نقرس، هتبقى فيه حرقان في البول، هتعمل لك مشاكل كتير قوي. اصبر يا ابو كرش. ف واحد كان بكرش بس الحمد لله ربنا عفى عنه دلوقتي. المهم، هتعمل لك حاجات كتير قوي قوي قوي. نظف قولونك زي ما قلت، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه على طول. هترتاح. مفيش واحد نظف قولونه لما ارتاح. اللي يقول لك 50% يقول لك 70%، وانا متاكد ان هو 100% ارتاح، بدليل ان هو بقى ياكل ويشرب ويعيش، ومبقاش في عنده اكتئاب وقله نوم وفقدان شيء. كل ده اتعوض، كل ده اتحل. وعصبيه زادت او كان عنده قولون هضمي او عصبي او تقرحي. كل المشاكل دي بتعالجها نظافه القولون. بتجيب 3 معالق بن، وانا الوصفه موضحها على قناه على اليوتيوب في اكتر من 1000 فيديو. طبعا الوصفه دي انا سامعها من اكبر دكاتره على مستوى العالم وقابلتهم وجها لوجه، ومع ذلك ما رضيتش اطلع اتكلم الا لما انا اجرب. جرب ومش هتندم. هتلاقي حياة كريمة، هتزود عندك الرغبة الجنسية 3 أضعاف، هتعالج لك سرعة القص، هتعالج لك حاجات كتير قوي. هتبقى حياتك مفيش كيماويات تاني، لا فياجرا ولا. خليك طبيعي. الفياجرا الحقيقية والطبيعية 3 تمرات أو 5 أو 7، فيها 19 عنصر غذائي بتقوي. عندك ضعف، عندك نقص مناعة، عندك نقص فيتامين حديد، نقص فيتامين د، كل الكلام ده التمر. تمر
جزاكم الله خيرا. معاكم ابو عبد الله منصور، قناتي على اليوتيوب باسم ابو عبد الله منصور. ادخل وشوف الناس اللي تعافت قد ايه بالملايين. السلام عليكم.